بعد ما كان بيدفع 4400 بقى بيدفع 1900 بس. ايه ده، انت عربيه مصرية. والله؟ أهلاً. جد انا مصري انا كمان. انت ايه اللي جابك عندنا؟ انا والله جاي زياره. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ احنا عندنا شركتنا شركة هنا ايه؟ لتسوية الديون. انا اول مره اسمع عن حاجه زي كده. بتعمل ايه بالظبط؟ اي حد عنده دين بنخلصه منه طب كده. ممكن اخد جوله عندك؟ اتفضل. يلا طبعاً. بينا. انا لغايه دلوقتي مش فاهم يعني ايه تسويه ديون برضه. تسوية ديون يعني واحد استخدم كريدت كاردز او راح للبنوك خد لون، عنده اي نوع من الدين معرفش يسدده، او البنوك حطته في المأزق اللي هو عمال يدفع في انترست ومش بيخلص من الدين. جميل جدا. طب ممكن تشرحي لي قصه لحد موجود عندك هنا في المكتب قدرت تخلصي له الدين بتاعه؟ في كلاينت، اخر كلاينت كان موجود عندي هنا، كريدت سكور بتاعه 637، يعني مش احسن حاجه ومش اوحش حاجه، ما هي الا كروت موجوده عنده في جيبه، بينام بيصحى بيلاقي الدين زاد، ومش عامل اي حاجه غلط على فكره. ده بيدفع في الشهر، عارف بيدفع كام في الشهر؟ بيدفع كام؟ بيدفع 4471 في الشهر كل شهر. طب وانت عملت معاه ايه؟ دخلناه في البروجرام، طبعا درسنا السيتويشن لان هو ما ينفعش ندخله في اي بروجرام، احنا عندنا بروجرامز كتير، بس درسنا البنوك بتوعه، شفنا اكتر بروجرام عنده عقود مع البنوك بتوعه، حطيناه في بروجرام يديله حمايه قانونيه، لان انا ما اقدرش احطه في مشكله، انا لازم احل له مشكلته، صح ولا لا؟ مظبوط. البروجرام اللي حطيناه عليه عباره عن 60 شهر، من اول يوم جبنا له الموافقه ال 148 نزلناها في الكونتراكت ل 119000 من اول يوم. بتهزري؟ بعد ما كان بيدفع 4400 بقى بيدفع 1900 بس. واو. والمده قد ايه؟ 60 شهر هيكون خلص من دينه. طب دلوقتي يا مي، اي حد لسه الحمد لله الكريدت بتاعه زي ما هو تمام مفيش اي مشكله، عايز يحافظ عليه يعمل ايه؟ ما يعديش ال 30% من استخدام الكريدت كاردز. يعني لو انا معايا كريدت كارد فيه $100 لازم اقصى حاجه بستعملها كل شهر هو $30 وقف. طب انا لو حابب اتعلم اكتر على موضوع ازاي احافظ على الكريدت سكور بتاعي، ازاي اخد بالي من الديون اللي عليا، اتابع مين؟ تابعنا طبعا، احنا عندنا هنا مجموعه كبيره من الفاينانشال سبيشالست موجودين هنا عشان نساعد الجاليه العربيه، وده الباشن بتاعنا اللي احنا نساعد الجاليه العربيه. على صفحتك اسمها ايه؟ US Financial Services دكتوره مي فخري. تابعوها يا جماعه علشان تعرفوا اكتر عن الفاينانس هنا في امريكا.